يلا حيهم يا هلا والله وما سهلا. طبعا هذه دجاجنا مقاس 1000، قسمناه وانصاف وبس سكينه ضغطناه. طبعا المندي الحساوي حطوا ملح، احنا لا، احنا اضفنا عندنا اضافات حلوه. عندي بهارات مندي، بهارات مندي الدجاج زين، تجيك معلبه بهالشكل ناظر، محفوظ وحفظ ما تتصور. تجيك بهالشكل، تحتاج لازم انك انت تفكها، لازم انك تشيلها في الخلاط خلاص، وتبدا تستخدمها انت عاد. شو بيسوي الحين؟ ناخذ كل بهالشكل، كل واحد لحاله زين، بعدين نقول بها، وبعدين نفس الحكايه كل دجاج الحاله. من فوق زين، علقتهم وتحت. خلاص هذه قرات. شو مزين اللي خلصنا منها؟ نملحها. كذا بطاطس غسلناه مظبوط، قطعناه طوال بهالشكل، نحط عليه زيت زيتون، ونحط عليه مليحة، ونحط عليه بهارات إيطالية، ونحط شوي زين فلفل مجروش، ونخلطهن. أساسي البطاطس بالمندي صراحة، يجيك مقرمش، يجيك طعم. خلاص الحين جاهز، جاهز. طبعا هذا رزنا بشاور الشعلان 2017، ونبي نحط عليه زبدة 100 جرام، هذا الأولى، وهذا الثانية، وهذا الثالثة. نوزعهم بهالشكل ذا، ونحط عليه الماء الحين زين، ونملحه. الملح يمكن يحتاج له ملح طبعا بحري، يمكن يحتاج الملح البحري ملعقة، ملعقتين. بس نحط عليها ماء الحار الحين وخلاص. ويكون ارتفاعه انت اذا تبي قطني نص اصبع، واذا تبي يعني ما يكون قطني. طبعا البشاور دائما ما يكون مثري مثل المزه، بس انه يكون شوي يعني. معلومه البشاور يبي دهن ترى. طبعا حطيت زبده اصبع كامل. انت تقول والله كثير زبده حيوانيه ان شاء الله ما تضر. اذا تقول لا ما ابي زبده كثير، حط بين زبده وزيت زيتون عشان ينكي على البشاور صح. الاساس وشي اللي هو الكرب. احنا اخذنا قطعتين بهالشكل يكفينا برميل المندي الصغير. طبعا حطينا نقعناه بالماء زين، قصتي له خلاص يكفي، وخله مفتوح شوي هنا بس قضينا. الحين نحط الماء. تبارك الله. طبعا المندي ما ينقع ابدا. طبعا المندي الحساوي ما في اي بهار، ما في اي بهار. بس الحين بس نحركه وندوق الملح. اهم شيء لازم الملح يكون طالع، لازم يكون الملح طالع. شو اسمه البشاور لازم تصير حنين عليه بهالشكل، لازم تصير حنين. انتبه تاخذ العزه باثم تشد ولا جيت تغسل. اذكر واحد من العيال حطوا لنا جريش من الفرق كذا، يقول كذا ارتفاعه اعلى من قدر انمله بشوي، يعني كذا نص اصبع يعني يعتبر زين. الحين شو بنحط عليه؟ نحط عليه الطماط والفلفل الرومي والبصل عدد، بس بهالشكل خلاص قضينا، انتهى الموضوع.
الى المندي. خلاص الحين جاهز. الحين نحطه تحت النكهة، ننزل المركاب وننزل الحديدة وننزل اللهم صل على محمد الصحن. نحط كاس ماء، بننزل القدر، وننزل الشاك. طبعا الدجاج حطيناه بس سفلي افضل، انا دجاج ونص ما يحتاج. ناظروا هذا الغطاء حطيناه بالقصدير، طبعا فيه قبل شو اسمه قماش. خلاص الحين قضينا، بسم الله، ونخليه 180 والوقت ساعة يكفيه، ثم بنرجعه نخليه 20 دقيقة الدجاج. يلا حيهم احلوا ساعة. الآن شو بزين؟ هذا ما شاء الله تبارك الله، هذه تجي معه ما شاء الله. يبي له تحمير وخلاص. الحين نبي نخليه الحين نضرب الرأس. ما شاء الله تبارك الله، منتفش البشاوة، منتهي البشاوة. ناظر قصدرنا قدر الرز. الحين ننزل اللهم صل على محمد الدجاج ونسكره على حرارة والوقت 20 دقيقة. خلاص يبي يتعمر أحسن ما يكون. خلص الوقت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الكيري. الحين نبدأ إن شاء الله. ما شاء الله الكيري. ما شاء الله الكريم. الطماط والبصل طبعا لازم تاكلهن ذولي، تراهن لذيذات الصراحة، لذيذات ملحي. ناظر قطني يحب قلبك، قطني يحب صميم فؤادك. شوف الحبة، شوف الحبة، شوف الحبة، شوف الحبة، ما شاء الله تبارك الله. حار يلا نجت من النار. ناظر شوف الحبة، شيء بشاور حب قلبك. بسم الله. اي والله قطنية. ما شاء الله الكريم. شيء. طب الحين نحط البطاطس. شوف اللون، لأن البطاطس يحبوا قلبك. شيء فاخر من الآخر. ما شاء الله تبارك الله. الحين بنحط دجاجنا. ما شاء الله ناظر شيء. وهذا الثاني. الله تبارك الله. وهذا مندي الدجاج الحساوي برميله مزين الصغير، شيء فاخر من الآخر.